أهلا بيكم في ملخص الجولة الرابعة من دوري النيل مع مضمون الحكاية. وبعد فترة توقف عشان خاطر منتخب مصر رجعنا تاني ودخلنا في الجولة الرابعة من برج العرب ومباراة المصري وطلائع الجيش، واللي قدر النادي المصري انه يقتنص ال3 نقاط وفاز 1-0 وسجل الهدف فخر الدين بن يوسف. أما عن تاني المباريات فكانت بين سيراميكا كليوباترا والداخلية على استاد ملعب المقاولين العرب مع حكم الساحة إبراهيم محمد، وقدر فريق سيراميكا يفوز برباعية نظيفة وسجل الأهداف محمود عبد الحفيظ ومحمد إبراهيم والمتألق أحمد كندوكي هدفين. وعلى ملعب المحلة استضافت بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندري مع حكم الساحة محمود ناصف، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل أهداف صاحب الأرض حسام أشرف هدفين، وأهداف الاتحاد بنجامين وإسلام أبو سليمة. ونروح لاستاد بتروسبورت ولقاء إنبي والبنك الأهلي مع حكم ساحة وليد عبد الرازق، وفاز إنبي بنتيجة 3-1، وسجل أهداف إنبي أحمد خليل زياد كمال محمد ناصر، وهدف البنك الأهلي الوحيد سجله أحمد عبد الفتاح. ونروح بقى لاستاد القاهرة عشان نشوف واحدة من أمتع مباريات الدوري بين الزمالك وسموحة مع حكام الساحة محمد يوسف، واللي انتهت بفوز الفارس الأبيض 5-1. وكانت أهداف الزمالك عن طريق مصطفى شلبي، زيزو، يوسف أوباما، سيف الجزيري، شيكابالا، وهدف سموحة الوحيد سجله فادي فريد. ونروح لملعب المقاولين العرب، وكانت مباراة ذئاب الجبل مع زد مع حكم الساحة السيد منير، وشهدت المباراة احتساب 5 ركلات جزاء وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. سجل أهداف المقاولين العرب جوزيف أوشايا ومحمد سالم وأحمد فوزي، وأهداف زد سجلها محمود صابر ومصطفى زيكو ورأفت خليل. نرجع تاني لاستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة فيوتشر وبيراميدز مع حكم الساحة عبد العزيز السيد. فاز فيها بيراميدز بنتيجة 1-0، والهدف سجله محمد عبد السلام لاعب فيوتشر في مرماه. وكان ختام الجولة مع الإسماعيلي بين الدراويش وفاركو. خسر الدراويش على أرضهم بنتيجة 1-0، سجل الهدف لفاركو رزق حمرون. وفي النهاية لازم نكون عارفين إن الجولة دي فيها مباراة مؤجلة بين الأهلي والجونة بسبب مشاركة الأهلي في الدوري الأفريقي. لو عجبك الملخص ما تنساش تضغط لايك وتعمل فولو عشان تشوف كل ما هو جديد.